طب هنبدأ نتكلم دلوقتي على الأجزاء بتاعة التراكر الستار ادفنتشر، ازاي أقدر إن أنا أجمعه مع بعض وأبدأ إن أنا أستخدمه عشان خاطر أصور لفترات طويلة، مش مجرد يعني 10 ثواني أو 15 ثانية زي ما كنا بنعمل مع الكاميرات على الترايبود الثابت زي ده. لا، أنا لو عايز أطول فترة التصوير أكتر من كده، ممكن دقيقة أو دقيقة ونص أو حتى ممكن 3 دقايق، ممكن مع التراكر اللي هنشوفه دلوقتي أقدر أوصل لفترات التصوير الطويلة. الستار ادفنتشر يعني بيتكون عندي من ده الماونت هيد، ده اللي هو بقى فيه الشغل كله. ده يعتبر التروس أو الجيرز اللي هي بيتحمل عليها الكاميرا، والأجزاء بقى بتاعت الماونت نفسها موجودة في الماونت هيد في الجزء ده. تبدأ بعد كده الجزء اللي احنا شايفينه ده بيبدأ يتحرك. الجزء ده كده، ده اللي انا بحط عليه اللي هو ال براكت هنشوفه دلوقتي، بيبدأ يتحرك يعني حركة بسيطة جدا جدا، انا مش بقدر حتى ان انا اتابعها او اشوفها بعيني، لان دي طبعا تعتبر حركة النجوم الظاهرية في السماء. فهو بيمشي مع نفس حركة النجوم في السماء، بحيث ان هو يبقى مسنتر او يبقى محافظ على الكادر بتاعي وعلى مجموعة النجوم اللي انا بصورها في الكادر بتاع التصوير بتاع الكاميرا. وبالطريقه دي اقدر ان انا اصور فترات طويله بدون اي مشاكل. في بعد كده ده اللي هو الويدج ده المقصود بيه ده الجزء او البيز اللي انا بحطها على الترايبود عشان خاطر ابدا بعد كده احط الماونت فوقيها. وهنعرف دلوقتي برضو الويدج ده يعني ليه وظيفه تانية، وهي ان هو بيظبط عندي الماونت هيد بحيث ان هو يبقى باصص او يبقى في نفس الاكسس او المحور بتاع نجم الشمال او بولاريس. ودي طبعا نقطه مهمه جدا، هنعرف يعني فايدتها ايه كمان شويه لما نركب الترايبود بتاعنا. ده ال براكت، وده وظيفته يعني ان انا ببدا احطه على الماونت بتاعي هنا في الجزء ده كده، تمام، واربط عليه من هنا عشان خاطر ابدا بعد كده احمل الكاميرا او احط الكاميرا بتاعتي فوق ال براكت، بحيث بعد كده ان الماونت يبدا يحرك ال براكت والكاميرا فوقيه بالطريقه دي. في شويه برضو اكسسوارز ثانيه مهمه برضو معانا. ده البول هيد ادابتر، وده وظيفته ان انا لو عندي بول هيد ممكن ان انا اقدر استعملها على الماونت او على ال براكت عن طريق الادابتر ده. بحط البول هيد فوق المسمار ده وببدأ بعد كده اركبها على الماونت بتاعي، وهنشوف الكلام ده برضو دلوقتي. ده المفروض يعني هو يعتبر البيز اللي انا بحط عليها الماونت بتاعي عشان خاطر اقدر ان انا اركبه على الويدج. وده برضو يعتبر جزء مهم جدا، وهو يعني دي حاجة زي يعني لمبة صغيرة عشان خاطر لو انا عندي بولار سكوب جوه الماونت بينور عندي. يعني مش عارف هي هتبقى باينه في الكاميرا ولا لا، يعني في زي لمبه حمراء كده ابتدت انها تنور معايا كده، انا طفيتها يعني كده انا ابتديت ان انا اشغلها. تمام، يعني نقربها من الكاميرا شويه. تمام، طيب ده بالنسبه لللمبه او بتاع البولار سكوب. هنعرف برضو دلوقتي احنا بنركبها ازاي. معانا برضو يعتبر ده الكاونتر ويت، ووظيفه الكاونتر ويت هنا انا لو عندي الكاميرا بتاعتي بس عليها عدسه تقيله شويه زي العدسات مثلا اللي هي 300 مللي او ال 200 300 مللي، بتدي وزن شويه مع الكاميرا اللي انا بستعملها، فكده هيبقى في حمل كبير شويه على التروس بتاعه الماونت. وفي نفس الوقت برضو مش الماونت بتاعي مش هيبقى في توازن ما بين الجنبين بتوع الرايت اسنشن اكسس. تمام، فالمفروض انا بستعمل الكاونتر ويت ده عشان خاطر يعادل الوزن بتاع الكاميرا والعدسه، زي برضو ما هنشوف دلوقتي بعد ما نركب الماونت بتاعنا. ده يعتبر الاجزاء بتاعه الستار ادفنتشر ماونت. اسمها حتى يعني اسم الجيرز دي كلها كده مع بعض اسمها الستار ادفنتشر استرو باك، لان في يعني باكس مختلفه. في حاجه اسمها البرو باك بس بتيجي من غير ال براكتس والكاونتر ويت، يعني هي بتيجي بس مجرد الماونت والويدج والبول هيد ادابتور والبيس اللي هي بيركب عليها الماونت ومع الالومينيتور. في طبعا يعني باكس مختلفه وكل باك بيبقى فيها محتويات معينه، بس اللي موجود معانا هنا دلوقتي هو الاسترو باك عشان خاطر يعني تضمن ان انت تستعمل الماونت بكل الامكانيات بتاعته بدون اي مشاكل.